اسمعوا معايا الفيديو ده. على قناه النادي الاهلي معيش رقمها. فانا بأبرئ ساحتي تماما من هذا البوست، لان انا الراجل عندي 65 سنه. اوكي. وراجل مسؤول زي ما انت شايف كده، مدير في نادي عريق، نادي محترم. وكل الاسر هنا فضل من الله تربطني بيها علاقات محترمه جدا. اول على المستوى الشخصي مش ممكن ادعي على بني ادم، مش كابتن بقى محمود الخطيب الاسطوره اللي انا اصلا يعني يعتبر معاصرين بعض، انا 65 وهو غالبا 61 سنه. اوكي تمام. عاصرت فنه، عاصرت اخلاقه، الكلام ده كله. ومش ممكن حتى مش اسيء لاي بني ادم تاني بالشكل اللي انا شفته في البوست ده. ولقيت بقى الدنيا مقلوبه عليا. امال ايه اللي حصل؟ مين اللي كاتب البوست ده؟ انا يا فندم الصفحه متهكره بقى لها فتره، وانا راجل ماليش في السوشيال بقى لها قد ايه يا فندم؟ بقى لها قد ايه يا فندم؟ فتره كبيره. انا حضرتك انا مش فتره قد ايه تقريبا يعني؟ انا مش حتى بقول لحضرتك النتيجه ان انا ما بدخلش عليها. ما بدخلش على الفيسبوك وماليش حساب تاني. انا صاحبنا اللي طلع ده على الكابتن محمود الخطيب، اللي كل دعوه ان شاء الله هتترد له وهتترد في عياله، طلع يقول لك ايه بقى؟ ان الصفحه بتاعتي كانت متهكره. طلع قريب احمد حسام ميدو كل ما ينزل تويته ولا ينزل بوست يطلع يقول لك اصل الصفحه بتاعتي كانت مسروقه، دلوقتي الصفحه بتاعتك بقت مسروقه، دلوقتي الصفحه بتاعتك بقت متهكره. لما البوست بتاعك طلع ترند والكل اتكلم عليه، تعالى اجيب لك ماضيك الحقير، اتفرج كده معايا على ماضيه. دي اول حاجه. بص رده على الناس عامل ازاي، دي اول رد. اتفرج معايا على الرد التاني والتالت والرابع والخامس والسادس، ولو عايز اعدلك اكتر هعدلك. هو ده صاحبنا اللي كان بيطلع يدعي على الكابتن محمود الخطيب. فان شاء الله كل دعوه دعاها على الكابتن محمود الخطيب هتترد فيه وفي عياله ان شاء الله، ويطلع يقول لك اصل الصفحه بتاعتي كانت متهكره، روح اقعد جنب احمد حسام ميدو اجري. بس كده، يلا سلام.